بسم الله والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الصلاة والسلام على أحسن من شكر النعمة ومن خلقه صلى الله عليه وسلم. اليوم البنات جبت لكم قرانتان تاع الباذنجان المشوي، إن شاء الله يعجبكم. قبل ونبداو اليوم عندنا يجي قريب كيلو هكذاك نتاع باذنجان نديو نشويوه. عندنا هنا اللي عندنا هاوليك قطعناه وجبته لكم. دوكا هنا ندير لكم المقادير نتاع لاصوص بيشاميل. عندنا مغرف زبده، حوالي 40 غرام. عندنا مغرف فرينه مليحه معمره مليح. عندنا مرصون تاع فرماج طري او جبن، 2 بيضات. هنا نديو لاصوص تاعنا نطيبوها هي الاولى، ومن بعد نكمل لكم المقادير الاخرى. نديو لاصوص بيشاميل نطيبوها، ومن بعد نكملوا ندير لكم المقادير الاخرى. هنا عندنا حطينا الزبده على النار تذوب، خلوها تذوب مليح. كي تذوب لنا الزبده نتاعنا لازم تذوب كامل البنات، ما هكذا شويه تذوب مليح. تذوب الزبده تاعنا نضيفوا المغرف مليحه معمره تاع الفرينه. هنا نضيفوها ما عمرتهاش مليح، نزيد شويه. نحمصها الفرينه البنات، لازم تحمص شويه البنات، باش ما تكونش فيها الطعمه تاع الفرينه نيه، هيك تحمص شويه الزبده هذيك. ونبداو نضيفوا شويه الحليب شويه، نضيفوش مره واحده، نضيفوه بشويه ونخلطوا شويه ونخلطوا، ونكونوا خفاف شويه باش ما تكورناش الفرينه. هنا البنات نخلطوا نضيفوا على قسمي الحليب تاعك هكذاك على 3 خطرات. حاولي تجبدي شويه على النار تاعك باش ما تكورلكش الفرينه. وهنا البنات نعطيكم فكره، اذا تكورتكم الفرينه صفيوها البنات، عاودوا صفيوها وعاودوا ردوها على النار وكملوا بريباراو لاصوص نتاعكم. هنا البنات نحيتها من بعدتها على النار، نزيد لها 2 حبات بيض ونخفي يدي ونخلطها باش ما يطيبليش البيض في هذيك السخانه، باش ما يطيبليش البيض. انا نحب نزيد البيض في لاصوص بيشاميل تاعي باش تكون غنيه، تكون مليحه، ما تكونش غير حليب ودقيق وهذا ما كان. نحبها تكون غنيه. انا نحب نديرها في لي غراتان نتاعي بالبيض، ندير لي لاصوص بيشاميل بالبيض. نخلط مليح. درت لها هنا شويه فلفل الكحل، لاحظوا بلي ماشي على النار البنات، هنا ماشي على النار. زدت المرصو تاع الجبن الطري، نحاولوا في هذيك السخانه يذوب لنا شويه. انا ما كاش نردوه شويه برك على النار، ماشي بزاف، كي نردوه على النار باش يذوب لنا شويه الجبن. نردوه غير شويه برك على النار. رديناه غير شويه البنات، ماشي بزاف، ما نطولوش على النار. من احسن يذوب لك على السخانه نتاع لاصوص بيشاميل برك. نحلوه هنا. نرجعوا نديروا الخليط نتاعنا. عندنا نص صدر دجاج مرحي، عندنا زيت، عندنا فلفل الكحل، عندنا شويه مغرف صغيره زبده، عندنا راس الحانوت، عندنا كزبر. نديوهم هنايا. كي نديروا التوابل تاعنا نزيدوا نديروا البصل شويه. عندنا البصل مرحي مع الثوم، هذوك السنه تاع الثوم ريحتهم مع البصل، اني ريحتهم مع بعضهم البنات. نديوهم نطيبوهم على النار. قبل من هكذاك كي نطيبوهم نزيدوا عندنا الطوماطيش يلوحوها قبل كي يطيب لنا اللحم، نزيدوا الطوماطيش باش نزيدوا الباذنجان. هنا نطيبوهم، نطيبوا صدر هذاك تاع الدجاج مليح، نخلطوا، ما نخلوش يتكور لنا، لازم يكون ما يكونش مكور. نحلوه نخدموه نطيبوه، حنا نحركوه.
وحنا نحركو باش ما يتكورناش. هنا كي طاب لنا شويه البنات زدنا له 2 حبات تاع الطوماطيش او الطماطم. نزيدو نقليو شويه هكذاك، نزيدو هكاك قريب نص مغرف اكل نتاع طوماطيش مصبره، ونخليهم يزيدو يتقلاو شوي يطيب لنا الطوماطيش هذاك، طماطم الحب وطماطم تاع طيب لنا الطماطم. ونزيدو لها هنا نزيدو لها الباذنجان مشويه. وهنا زدت اني شويت معه فلفله حاره البنات وحطيتها هذيك فلفله حاره مع الباذنجان، ونزيدو وحنا نخليهم ياخذوا الطعم من بعضهم البعض، اللحم والباذنجان المشوي يعطيكم البنات طعمه روعه، طعمه تاع الشواء روعه في هذه الخلطه هذه. خلوها طيب شويه، هما طيب لنا شويه برك يدخلوا بعضهم، يدخل الطعم بعضهم البعض. نزيدو هنا معدنوس، هنا نزيدو شويه معدنوس، حنا نحينا من النار البنات وزدنا المعدنوس. نخلطو دوكا هنا نجيبو المول تاع الفور، المول تاعنا نحطو الخليط هو الاول. هنا الخليط البنات راكم تشوفوا فيه لاصوص هكا مشمخ ماشي ناشف. نحطو هو الطبقه السفل، هي الطبقه الاولى. نسويو مليح، من بعد نزيدو عليه قبل ما نزيدو البطاطا المقليه نديروا له شويه صوص بيشاميل من الفوق. انا هنا نتوما تحبوا ديروا، انا كي درتها جاتني طعمتها مليحه وطريه، ماشي بزاف، غير شويه فوق الخليط الاول. انا هنا اللاصوص تاعي عقده شويه البنات، خاطر انا تاعي درت لها 2 حبات بيض، والبيض تعرفوه بلي يعقد. وهنا دركا نجيبو البطاطا نتاعنا ونزيدو الطبقه العلويه هي بالبطاطا، قليناها البنات، نفرشوها كامل على الخليط الاول. هنا كي كملنا فرشنا الطبقه العلويه بالبطاطا، نزيدو لاصوص بيشاميل تاعنا من الفوق. لاصوص بيشاميل تاعنا فيها البيض، فيها الفرماج، مليحه عاقده مليحه. انا ما درت لهاش البنات الملح باسكو الفرماج تاعي شويه مالح، باش نردو بالنا من هذه. ندو الفرن نطيبوه. احنا هنا طيبناه البنات، هنا طاب لي شويه بزياده، غفلت عليه، نتوما ما تغفلوش. غفلت عليه. هو طبق عائلي وفكره تساعدكم في رمضان، جربوه. نقطعوه البنات ونوري لكم كيفاه جانا. هنا طاب لنا البنات، فيه لاصوص البنات هو مليح، يكون طري ويكفي هكاك 8-6 من العائلة، يكفي مع الشوربة. وانتي درتي فطور رمضان. شوفوا البنات طري وطعمه روعة، تاع الشواء نتاع الباذنجان روعة البنات، طعمته هايلة.
ربي يبارك. جربوه البنات وان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تجربوه وما تندموش. لا تنسوا ديروا متابعة لقناتي أكلة وفكرة، وتدعموني بالنشر واللايك.